عبد المنعم مدبولي وأحمد بدير في الكلمات المتقاطعة. صباح الخير يا فريدة. صباح النور يا بسيوني. مش عوايدك يا اخويا، صحي بدري كده ليه؟ ما انت عارفة يا فريدة، مرسي واجع دماغي على مستندات القضية، والحمد لله جهزت لهم المستندات كلها ما عدا مستند واحد. ربنا يسهل واخلصه النهارده. ربنا يعينك يا بسيوني عشان نقبض باقي تمن الارض ونجهز البت ونخلص. ما انا بعمل اللي في وسعي، هعمل ايه اكتر من كده؟ طيب اقعد غير ريقك قبل ما تنزل. يا ست مش مهم، المهم دلوقتي شوفي لي معاكي 20 جنيه يمكن يعوزوا رسوم زيادة عن اللي معايا. ما انت عارف ان انا كل اللي معايا 35 جنيه، هتاخد منهم 20. طيب ونكمل الشهر ازاي؟ يا ست يمكن محتاجهمش وارجعهم لك تاني. هو انت بتاخد حاجة وترجعها ابدا؟ يا هو على لسانها الزفر. بقولك ايه يا فريدة، احنا لسه بنقول يا فتاح يا عليم، هات الفلوس وخليني الحق، ما انت عارفة الموظفين مواعيدهم 8:30. حاضر حاضر، بس اعمل معروف ما تتأخرش عشان نروح للنجار ونشوفه عمل ايه في جهاز تهاني. حاضر يا فريدة، حاضر يا فريدة، بس يلا بقى هات الفلوس احسن اتأخر. لو سمحت والله يا اخ، فين قلم الحفظ؟ في الدور الرابع. مش برضو صور المستندات بتطلع من قلم الحفظ؟ مش كلها، وريني الورق كده. اتفضل. اصلا ده الساعي بتاع قلم الحفظ. طب اتفضل. ايوه المستند ده يبقى عند الاستاذ كلمات. كلمات؟ هو في حد اسمه كلمات؟ لا مؤاخذة، هو اسمه توفيق افندي بس. أيوة. احنا مسميينه كلمات علشان غاوي حل الكلمات المتقاطعة. طب يا سيدي والاستاذ حروف، قصدي الاستاذ كلمات ده الاقيه فين؟ قصدي يعني الاستاذ توفيق ده فين؟ برضه في قلم الحفظ الدور الرابع، التاني اوضه على اليمين، بس اوعى تقول له كلمات احسن يزعل. هو ما فيش هنا اسانسير؟ في، امشي في الطرقه دي وفي اخرها احود على يمينك هتلاقي الاسانسير. عن اذنك بقى. شكرا ومع السلامه. ياه، كل دي ناس مستنيه الاسانسير ده ولا الجمعيه الاستهلاكيه؟ ده على ما يجي دوري يكون الموظفين روحوا واتغدوا وناموا. ما بديهاش، الامر لله. الواحد بقى يطلع السلم، استعنا على الشقه بالله. صباح الخير يا استاذ. صباح النور. مش حضرتك برضو الاستاذ قصدي الاستاذ توفيق؟ ايوه. طيب لو سمحت ما تعرفش كلمة فن التصميمات المطبوعة يعني ايه؟ لا يا فندم انا اسف ما اعرفش والله. طب خلاص. طب ما تعرفش كلمة منطقة محيرة يعني ايه؟ محيرة دي ولا دي كمان؟ انا بس لو سمحت عاوز خلاص طلباتك ايه؟ ايوه بس لو سمحت يعني انا عاوز خلاص طلباتك ايه؟ المستند ده عايز صورته من عند سيادتك. حاضر. حالا لما يجي فتوح الساعة خليه يدور لك عليه. لا مؤاخذة، اصله بعته يجيب لي سندوتشات وزمانه جاي. اتفضل استريح. طب مش ممكن حضرتك تدور لي عليه؟ نعم يا اخويا. تدور لي عليه. ايوه يا فندم. ده انا. ايوه يا فندم. طب ازاي؟ شايف حضرتك الحوافظ دي كلها والتراب اللي عليها؟ ايوه يا فندم. اهي دي بقى مستند حضرتك في واحدة منهم. طب هو مش فيه سجلات مدون فيها المستندات وارقام الحوافظ اللي فيها؟ طبعا، بس المهم الحافظة نفسها نعطر فيها، وطبعا دي شغلة الساعي. ما تقلقش زمنه جاي. هو جناب الساعي لسه ما جاش يا فندم؟ زمنه جاي. طيب يا فندم. لو سمحت يا استاذ توفيق. اهلا ست شفيق، جايه ليه النهارده؟ مش قلت لك ورقك هيخلص بعد يومين؟ اعمل معروف يا استاذ توفيق، انا بقالي شهر كل ما اجي تقول لي تعالي بعد يومين، هما اليومين دول ما بيخلصوش، الجلسه قربت. وانا اعمل لك ايه؟ احنا مش لاقيين الحافظه اللي فيها المستند بتاعك، وبعدين انت جايه في وقت غير مناسب. انا لسه ما حلتش الكلمات بتاعت النهارده. ما انا حلها قبل ما اجي. حلها؟ ايوه، بس النهارده فيها كلمتين 3 صعبه قوي. لا طب بس قولي عليهم. ما شاء الله. هو حضرتك كمان غاويه كلمات متقاطعه؟ وحياتك ولا غاويه ولا حاجه.
حاجة، لكن أعمل إيه؟ الأستاذ توفيق خلاني أتعلم. ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام للدرجات دي. امال ايه يا استاذ؟ احنا اللي يجي عندنا هنا لازم نسقفه. ها يا ست شفيقة، عرفت تحلي كلمة فن التصميمات المطبوعة؟ لا، ما هي دي من ال3 كلمات اللي معرفتش أحلهم. طيب وكلمة منطقة محيرة؟ بقى معرفتش تحل الكلمة دي يا أستاذ. ما كنتش أسألك، انت هتتريقي؟ منطقة محيرة يعني متاهة زي المتاهة اللي احنا فيها علشان ورقي. سلام يا ست شفيقة. بتهزر. انت لبقة جدا وسريعة البديهة. مش كده برضه يا أستاذ؟ أيوة. هو اسم حضرتك ايه؟ بسيوني مكتوب عندك في الطلب بسيوني. مش كده برضه يا أستاذ بسيوني؟ أظن كده برضه، وأنت أدرى. خلاص يا ست شفيقة، انتهت المقابلة. تعالي بعد يومين. اعمل معروف، الجلسة قربت. هعمل ايه؟ مش بايدي، ناقص كلمة ما اتحلتش. لو كنت عرفت تحليها يا ست شفيقة كان زماني رقت وقمت ادور لك على اوراقك. طيب يا أستاذ توفيق، هجيلك بعد يومين، فوتك بعافية. الله يعافيكي. يا سلام. تعرف الست دي يا استاذ بسيوني، رغم انها كبيرة في السن لكن دؤوبة على انهاء قضاياها. يعني زبونة دايمة هنا. ايه اللي زبونة دايما؟ ده يمكن ربع المستندات اللي في الحوافظ دي خاصة بممتلكاتها. يا سلام، امال يعني مش باين عليها؟ ما هم كده اللي مدكنين، ما يبانش عليهم. دي يمكن تحتكم على $500,000 جنيه. ياه، طب ما تبعت محاميها. محاميها مين يا محترم؟ هي اللي تخلص شغلها بنفسها، ولا ليها ولد ولا زوج، وبيتهيألي ولا حد خالص. يعني هتسيب املاكها للحكومة؟ خسارة. طب ما تتجوزها يا استاذ توفيق. انا؟ حرام عليك، عملت فيك ايه عشان تقول لي كده؟ قال يا واخد القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله. حد ضامن عمره؟ يا سلام، قنوع جدا يا استاذ توفيق، قنوع. الحمد لله على الستر والكلمات المفضلة. اتفضل يا استاذ توفيق، السندوتش اهو. شكرا يا فتوح، كمل جميلك بقى بكوبايه ميه. ها اتفضل معانا يا استاذ بسيوني، بسم الله. شكرا يا فندم، بالهلا والشفا. الواحد هيعمل ايه؟ بفطر الساعة 7 ويا دوب الساعة 11 أو 12 ألاقي نفسي ميت من الجوع. هذا الشر عليك من الموت. طبعا خايف أموت عشان مستندك. تعرف يا أستاذ بسيوني، أي. أنا لو مت ناس كتير قوي هتاخد مقلب. طب ازاي يا فندم؟ المية يا استاذ توفيق. يا حبيبي، افهمك ازاي. شايف حضرتك المحافظ دي كلها مليانه مستندات بتاعت ناس. ساعتها بقى تبص تلاقي لجنه كونت لجرد محتويات عهدتي على ما تتجرد، والهلمه دي كلها مش اقل من سنه. يا سلام، ده انت مهم جدا يا استاذ توفيق. ربنا يخليك للامم الافريقيه واللاتينيه وطنطا. متشكر يا استاذ بسيوني، متشكر قوي. تشرب قهوه؟ قهوتي انك تخلص لي شغلتي. يا الوقت ازف، الساعه داخله على 1:30. لا معلش، تعالى لي بكره ان شاء الله علشان عمليتك عايزه بحث. ثم لسه في كلمه محيراني ما حلتهاش كده. طيب عن اذنك، سلام عليكم. مع الف سلامه، مع الف سلامه. بقى يعني يا سي فتوح، ما كنتش تعمل فيا جميل وتدور لي على الحافظه اللي فيها المستند؟ انا هنا عبد المأمور، ما اقدرش اقرب من عهدة موظف، حاجة تضيع ولا حاجة يتهموها فيا. معلش تعالى له بكرة. وعلمك بقى هو مستحيل يبدأ يشتغل الا لما يحل الكلمات المتقاطعة. ده بقت عنده كيف. ما انا لاحظت كده النهارده، بس المفروض انه يحلها ببيتهم مش في الشغل ويعطل اعمال الناس. هتقول لي مين ومين يسمع؟ ده ملك ومنظمه سيدك. بس احنا برضو كنا موظفين وشايفين شغلنا وعمرنا ما عطلنا اعمال الجماهير. يا استاذ، اسم الكريم ايه؟ انا بتسأل عن اسم كتير قوي النهارده. اسمي بسيوني يا سيدي. يا استاذ بسيوني، ما تتعبش نفسك، ده بقت عملية ادمان زي الكيف بالظبط. مش هو وبس، لا ده المصلحة مليانة، بس برضو الشهادة لله في ناس شايفة شغلها، وحظك كده وقعت في واحد مش شايف شغله. طب والعمل انا مستعجل على المستند ده، لازم اقدمه في قضية بعد اسبوع. خلاص تعالى بدري شوية وربنا يسهل، وتطلع الكلمات خفيفة ويحلها بسرعة، وساعتها بس يقدر يتحرك ويدور لك على المستند. ايه بقول ايه؟ نعم. مش عايز كبريت؟ انا ما بدخنش. سلام عليكم. ايه مش سامعين الجرس يا اخوانا؟ معلش يا بابا، اصل كنا في المطبخ. طب يلا حضروا الغدا حالا يا بابا، على ما تغير هدومك بس. ايه مالك يا بابا؟
مش عوايدك. اعذريني يا بنتي، اصل الانسان مننا لما يتضايق من اي حاجه بره بيته تبان عليه في بيته. وايه بس اللي مضايقك يا بابا؟ تصوري البخت، المستند اللي فاضل علشان تتم الاوراق المطلوبه للمحكمه يطلع عند موظف قال ايه غاوي كلمات متقاطعه. يعني ايه يا بابا؟ يعني حضرته ما يبداش عمله الا اذا حل الكلمات المتقاطعه. ده انا لسه هكلمه راح لحقني بكام سؤال عن كلمات بيحلها، وطبعا ما عرفتش اجاوبه لان مش غاويها. وعملت ايه؟ فضل لطعني قدامه على المكتب لغايه ما حضرته كل سندوتشات يجي 4، وحبس كمان بكوبايتين شاي وقال لي تعالى بكره. طيب يا بابا معلش روح له بكره وربنا يسهل. ما هي المأساة دي هتتكرر تاني. يبقى خلاص قابل رئيس وهو يتصرف معاه. ما هو ده اللي ناوي اعمله فعلا. امال فين امك؟ في المطبخ. طب يلا يا بنتي حضري لي الاكل احسن انا خلاص هقع من الجوع. حاضر يا بابا. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، صباح الخير يا فتوح. يا صباح الفل يا استاذ توفيق. ايه ده اللي على المكتب؟ ده الفطار، قلت اجيب لك معايا سندوتشات فول، انما ايه من الراجل اللي على الناصيه ده. الراجل اللي بيقفوا عليه طوابير ده لهم حق يا استاذ توفيق، فوله زي اللوز. لما نشوف اللوز بتاعك ده شكله ايه. اقعد يا فتوح اقعد، خلينا ندردش شويه. بس الجمهور بدأ يهل. خلاص رد الباب على ما اكل واشرب الشاي وبعدين نبقى نستقبل الجمهور. امرك يا استاذ توفيق. تعرف يا فتوح ان في واحد قريبي جايب لي عقد عمل بره. طب وماله، هو حد طايل؟ تفهم المسألة بسيطة، انا راجل عندي عهدة علشان اسلمها ولا سنة. الطرق كتير يا استاذ توفيق. طب ما تقول منك نستفيد. تاخد اجازة مرضية وتمدها عن طريق الكوميسيون، يعرفوا انك هتطول في الاجازة، يعملوا لك لجنة جرد تجرد عهدتك وتسلمها لواحد زميلك. يا ابن ايه يا فتوح، ده انت خبير في المسائل الروتينية. 22 سنة ساعي خبرة. طيب خلاص الحمد لله، فعلا الفول هايل. يبقى هات معاك كل يوم وبعد الاجازة المرضية اعمل ايه؟ تقدم بقى على طلب اجازة بدون مرتب. بس تعرف ان انا ماليش مزاج اسافر. اصل فيه مثل بيقول من فات داره يتقل مقداره، وبعدين تقيس الحكايه تلاقيها زي بعضها. ثم هنا في ميزه يا فتوح، الواحد هنا متداري في وسط اهله، معاه ما معاهش ما يهمش، اهل الامور ماشيه. انت نسيت حاجه مهمه قوي. ما تقول ايه هي؟ اي وظيفه بره مصر ما تقدرش حتى تشرب فنجان قهوه في مكتبك، مش تفطر وتقعد بقيه النهار تحل الكلمات المتقاطعه. انا علشان كده قلت لقريبي ده بلاش. بقول لك يا فتوح، تحت امرك. قوم افتح الباب للجمهور وبعدين خش نظم لي المحافظ دي، على الاقل لما حد يشوفك بتشتغل يعرف ان احنا مش قاعدين فاضيين. حاضر. اما نشوف الكلمات المتقاطعه النهارده شكلها ايه. ايه الزيطه دي؟ صباح الخير يا استاذ توفيق. صباح النور، طلباتك. انا بسيوني، حضرتك نسيتني؟ بسيوني. إيه؟ انا جيت امبارح وفضلت قاعد لحد ما حضرتك كلت السندوتشات وشربت الشاي ودخنت سجارتين وبعدين قلت لي تعالى بكره. طيب خلاص انت هتحكي لي قصه حياتي؟ اتفضل استريح شويه على ما اخلص اللي في ايدي. بس حضرتك بتحل الكلمات المتقاطعه، يعني مش شغل عشان استنى. خلص لي شغلي وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. انت هتشاركني؟ انا حر. لا ما انتش حر، انت موظف هنا قاعد على المكتب ده عشان تخلص مصالح الناس اللي تطلب منك. انت هتحاكمني وانت مالك؟ روق بس يا استاذ، روق. ايه ده؟ معلش يا استاذ توفيق، الاستاذ ما يقصدش. لا اقصد مصالح الناس لازم تخلص الاول. طيب يا اخويا فين الطلب بتاعك؟ اتفضل طلب اهو، اما اشوف اخرتها. ممكن حضرتك تكتب لي على الطلب انه متقدم منك اليوم؟ حاضر اهو، مقدم مني اليوم. وقع اهو بسيوني عبد السلام. انت هتفرتك الورق. خلاص اتفضل بقى حضرتك، مع السلامه وشرفنا بعد اسبوع. اسبوع؟ اذا كان القضيه بعد 5 ايام تقول لي اسبوع؟ انا مالي ان شاء الله اكون بكره. اللائحه بتقول ان ليا 8 ايام من تاريخ تقديم الطلب اخلصه. لائحه ايه دي؟ الطلب مدفوع عليه الرسم وحضرتك وفاضي، يبقى ليه 8 ايام. والله مش عاجبك روح اشتكي، لكن كلام كتير معايا ملوش لزوم كده. طيب انا هتصرف. تصرف؟ على فكره المدير بتاعنا في الدور اللي فوقينا، يعني سكته ما تتوهش. مع السلامه. ادي موضوع يا فندم. وريني كده. اتفضل. يعني حضرتك قدمت الطلب النهارده؟ انا جيت امبارح
وهو اللي قال لي اجي النهارده وكتبني على الطلب انه مقدم مني اليوم. ما تفرقش يا أستاذ بسيوني، واللوائح عندنا إن الموظف له 8 أيام حتى يتمكن من تنفيذ المطلوب، لأن العملية عايزة بحث. بس يا فندم القضية هتنظر بعد 5 أيام. أنا ما أقدرش أضغط على موظف بتعليمات تخالف اللوائح. يا فندم الدولة بتطالب بتحطيم الروتين لتسهيل أعمال الجمهور. إحنا بنعمل اللي في وسعنا وبننفذ التعليمات اللي بتصدر لينا اللي هي لوائح العمل. خلاص أرجوك ساعدني في إنهاء طلبي من خلال لوائح العمل. طيب لو سمحت اكتب لي كل اللي انت قلته في شكوى رسمية. وبعدين الشكوى هتاخد مجراها الرسمي ونحقق في الموضوع. يا فندم حضرتك المدير المسؤول، ممكن بكلمة منك كل شيء يتنفذ. يا أستاذي الفاضل، أنا عندي نقص في الموظفين والشغل كتير وما اقدرش أضغط على الموظفين اللي عندي. ده لو كانوا بيشتغلوا فعلا، لكن الأستاذ توفيق بيقضي وقت المصلحة في أكل سندوتشات فول وشاي وكلمات متقاطعة، يعني فاضي ما عندوش شغل متأخر. طب حضرتك بقى اكتب ده في الشكوى واحنا هنتخذ اللازم. بالبساطة دي مصالح الجمهور ملهاش أهمية. طب اسمح لي بقى، أنا مش هكتب الشكوى وأديها لك، أنا هكتبها وأقدمها للسيد الوزير. أرجوك بلاش زعيق في مكتبي، واللي انت عايز تعمله اعمله. اتفضل. عن إذنك. عملت ايه يا استاذ بسيوني؟ عملت ايه؟ يعني هعمل ايه؟ المدير قال لي اكتب شكوى. انت فاضل الشكاوي يا سيدي، المسألة ما تستحقش. انا هديت الاستاذ توفيق وقال لي احصلك واقول لك تيجي بعد يومين. يعني هيخلص لي شغلتي بعد يومين ان شاء الله. اطمن انت، وبلاش يعني تبقى تزعق معاه. مفيش احسن من السياسة، سايسه لغاية ما تخلص شغلتك. يعني انت شايف كده؟ مفيش حل غير كده قدامك. ويا سيدي لو لقيته بيحل الكلمات المتقاطعة ابقى صهين شوية، ولا ساعده في حلها يقوم يخلص لك شغلتك بسرعة. طيب يا فتوح، انا هسمع كلامك لما نشوف اخرتها ايه. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، ان شاء الله يا فندم. صور المستندات هتكون عند سعادتك اخر النهار. لا يا فندم، ما تزعجش نفسك، انا هجيبهم بنفسي واجي. مع السلامة يا فندم. ادخل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. حضرتك بعت لي. ايوه يا استاذ توفيق. خير، اللهم اجعله خير. انا طبعا عارف انك وقت اللزوم الواحد يلاقيك جنبه. انا يا فندم تحت امرك. طب ممكن بقى المستندات دي تطلع لي اصولها اللي عندنا فورا؟ هحاول يا فندم. لا يا استاذ توفيق، المسألة مش عايزة محاولة، المسألة عايزة التنفيذ الفوري. ده رئيس المصلحة هو اللي طالبهم بنفسه بتوع واحد قريبه، وانا وعدته ان اوديهم له اخر النهار. على كل حال سيادتك ما تقلقش، المستندات دي في الحافظة 37. هخلي فتوح يطلعها لي حالا. فتوح لوحده ما ينفعش، انا هبعت لك 2 موظفين علشان تطلعوا الحافظة دي بسرعة. يا فندم الحكاية ما تستاهلش. انا حافظ المحافظ كويس قوي، يعني اشاور عليها الفتوح لازم تطلع هي. عيب يا فندم، دي خبرة. ايه مالك يا فندم؟ سلامة دماغ حضرتك ماسكها ليه؟ صداع فظيع يا استاذ توفيق. لا، علاجه بسيط جدا. سيبك من الادوية والاسبرين والحاجات اللي بتتعب الصحة. امال اعمل ايه؟ مع سيادتك جرايد النهاردة. طبعا. خلاص اتحلت المشكلة. مش فاهم. ممكن حضرتك تطلع الجورنال وتفتحه على صفحة الكلمات المتقاطعة. ايه؟ طب وبعدين حضرتك بقى تبدأ تحل في المسابقة وتركز تفكيرك فيها على طول، هتلاقي الصداع ده ملوش أثر. ايه؟ ودي مالها ومال الصداع؟ يا فندم المسألة نفسية، يعني حضرتك لما هتشغل مخك في الحل هتنسى الصداع. يا سلام، دي الفلسفة الحديثة، فلسفة العصر يا سيادة المدير. وإن ما كنتش حضرتك مصدقني جرب وبعدين هتشوف النتيجة. على كل حال متشكر قوي يا استاذ توفيق، بس المهم دلوقتي انك تنزل مكتبك وتجهز لي المستندات دي فورا. يا سلام، اي مستند يا فندم ما ياخدش في ايدي اكتر من 5 دقايق حالا. فتوح. ايوه يا استاذ توفيق. شايف المحفظة دي اللي تحت خالص دي؟ اللي هناك دي؟ ايوه. لا اللي جنبها دي. ايوه طلعها لي، طلعها بسرعة. من عينيا. هي يا استاذ توفيق. برافو عليك. وريني
المستند نمرة 19. ايوه هو ده. يا سلام يا سلام يا توفيق، مخك كان بيوطر. المستند نمرة 27. ايوه هو ده. وادي المستند نمرة 29. يبقى كده تمام. خد يا فتوح طلع المستندات دي لسيادة المدير. يا اهلا وسهلا يا ست حفيظه، انستينا ونورتينا. اهلا بيكي، منور باصحابه. امال فين تهاني؟ تهاني راحت لغايه الخياطه وزمانها جايه على طول. كنت عايزه يعني اقول كلمتين قبل ما تهاني تيجي. اتفضلي يا حبيبتي، قوليلي كل ما بدالك. بخصوص الجهاز عملتوا ايه؟ احسن منير ابني زي ما انت عارفه حاجز الشقه والمفروض يستلمها بعد شهر، وان ما استلمهاش في الميعاد وحط فيها العفش بتاعه هتروح منه. ان شاء الله ربنا يسهل والنجار يخلص العفش. شوفي بقى يا فريدة يا اختي، احنا مش غربة عن بعض يا اختي. ان كان في حاجة قوليلي عشان كل واحد يرتب اموره. لا ابدا يا اختي مفيش حاجة، بس النجار يخلص والتنجيد على طول مش هياخد وقت. بس منير ابني قال انه فات على النجار لقاه مخلص العفش ومستني لما تدوله بقيت فلوسه. ما هو اصل الحكاية حكاية ايه بس يا اختي؟ المهر اللي طلبتوه دفعناه، يعني احنا عملنا اللي علينا، ناقص انتوا بقى. اها، وهو المهر اللي دفعتوه يكفي ايه ولا ايه؟ ما انت عارفة الغالة اللي احنا فيه. وبعدين الاستاذ بسيوني باع حتة الارض اللي في البلد وهو بيجري عشان يخلص الورق بتاعها ويقدمها للمحكمة، وساعتها يا اختي نقبض الفلوس وكل شيء يتحل. ايوه يا اختي بس المسألة طولت حبتين. ما تقلقيش يا ست حفيظة، كلها اسبوعين يا اختي ونحدد ميعاد الفرح. ايوه كده طمنتيني، ربنا يجعل ايامنا كلها فرح. استأذن انا بقى احسن اتأخرت. طب مش تستني لما تيجي تهاني وتسلمي عليها؟ معلش مرة تانية. أنستينا يا حبيبتي ونورتينا. سلمي على منير وعلى الأستاذ حسنين. الله يسلمك، فوتك بعافية. مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بسيوني. عارف مين كان هنا من شوية؟ مين يا اختي؟ ست حفيظة حمد بنتك تهاني. وكانت عايزة ايه بقى؟ جاية تستعجل الجهاز زي كل مرة. وقلت لها ايه بقى؟ قلت لها بعد اسبوعين يكون ربنا فرجها. انا قلت لك من الاول ما تاخديش مهر وهم اللي يجهزوا. قلت لا، انا لازم اجهز بنتي. طب ادي احنا دفعنا المهر في حق الخشب وقماش التنجيد ولسه بقيه الحاجه. ان شاء الله يا اخويا كل حاجه هتيجي. بس قول لي عملت ايه النهارده؟ ما تفكرنيش، الموظف ده مدوخني. قال ايه لسه هروح له بعد بكره. معلش يا اخويا ما تقلقش كده وتضايق نفسك، كله يهون. ما هي المشكله يا فريده ان الوقت ضيق والقضيه قربت. قومي شوفي مين. حاضر. اتأخرت كده ليه يا تهاني؟ ما انت عارفة يا ماما الخياطة وزحمتها. طب خشي يا اخت ابوك جوه اهو، خشي. حاضر. تعالي يا تهاني. هي يا بابا عملت ايه؟ الظاهر يا تهاني انه مفروض عليا اني اتعلم حل الكلمات المتقاطعة علشان اقدر اساعد الاستاذ كلمات في حلها بسرعة واخلص شغلتي من عنده، لان الشكوى غير مجدية. وماله يا بابا، الجرايد بتطلع بالليل، نجيبها ونعمل محاولة. على رأيك، ليه لا؟ شوفي يا تهاني، أول كلمة أفقية: إله الحب في الأساطير اليونانية. ياه صعبة دي قوي يا بابا، شوف غيرها. طبعا صعبة، ده الواحد علشان يعرفها لازم يقرأ تاريخ اليونان كله. ما علينا. الكلمة التانية يا ستي: مفكر وناقد أكاديمي فلسطيني أمريكي. ياه دي أصعب من اللي فاتت. ما تيجي يا فريدة تشاركينا في الخيبة اللي احنا فيها دي يا اختي. ليه وانا اعرف في الحاجات دي يا اخويا؟ ويعني انا اللي اعرف يا اختي، لكن اهو نحاول. طب قول كده يمكن ربنا يجعل في وش القبول. شوف يا ستي، سامعيني؟ جزيرة باليونان من 4 حروف. جزيرة بدران. جزيرة بدران ايه يا فريدة؟
دي في شبرا، احنا عايزين واحدة في اليونان. انا ما اعرفش غير دي يا اخويا. هو انا كنت رحت اليومان قبل كده؟ وانت يا تهاني؟ شرحه يا بابا غيرها. طيب اظن اللي جايه دي سهله شويه. ركزوا معايا. اهو مركزين يا اخويا. معايا. وعاء ضخم من حرفين. عرفته. حله. دي 3 حروف يا ماما، 3 حروف. خلاص يا اختي خلاص، يبقى بانيو. فريده. نعم. فريده. ايه؟ ممكن يا اختي تنسحب من الاشتراك معانا في الحل ده؟ ليه بس؟ هو انا عملت حاجه؟ انت بتلخبطينا يا فريده. ممكن تسيبيني بقى انا وتهاني نتصرف؟ حاضر يا اخويا، هسكت اهو. وريني شطارتكم انتوا الاتنين بقى. ايوه يا بابا. واخده بالك؟ ايوه. هرب من حرفين. هرب؟ ايوه. يعني فلسع. هقول لك يا بابا. قول. هرب فر يا بابا. برافو برافو يا تاني، ما شاء الله يا بنتي، ما شاء الله. اسم الله عليكي يا ضنايا، ربنا يحرسك يا اختي. غيره بسرعه قبل الفهمه ما تضيع. حاضر يا ست حاضر. ال الكلمه الجايه بقى تحميله ما لا يطيق. دي انا عارفها كويس قوي. يعني ارهاق. حلو. انا فعلا بقى ارهقت جدا، مفيش فايده. كلمه واحده او كلمتين اللي عرفناهم. بقول ايه؟ قوموا ناموا. ما تضايقش نفسك يا بابا. اضايق نفسي وده معقول؟ ده انا هتفرس. اعمل لك يا اخويا كوبايه عصير قصب في الخلاط. عصير بس شيل الزعزوع. حاضر يا اخويا. على فكره يا بابا. نعم. هي الكلمات المتقاطعه دي مين اللي بيعملها؟ طبعا إزاي؟ اللي بيعملوها ناس متخصصين في الجريده. وازاي دي بقى معرفهاش. بس يعني انا جات لي فكره. قول يا بسيوني. ايه هي؟ سؤالك ده حللي المشكله. طب ازاي؟ خلاص، بكره ان شاء الله اروح الاهرام واقابل المسؤول عن الكلمات المتقاطعه واجيب الحل منه. أنا آسف يا فندم اللي جيت لحضرتك في البيت، لأني سألت على حضرتك في الجورنان، قالوا لي إن حضرتك مشيت بدري وادوني العنوان، ولولا والله إن الأمر ملح جدا ما كنتش أزعجت سيادتك. لا ابدا، مفيش ازعاج ولا حاجه، انا تحت امرك. أظن حضرتك وديت الجريدة المسابقة بتاعت بكرة. طبعا. طيب أطمع في كرم حضرتك إنك تديني الحل بتاع مسابقة بكرة. تعرف ان ده طلب غريب جدا واول مره يطلب مني في حياتي، بس ممكن اعرف ليه؟ السبب ملح جدا يا فندم. ايه؟ متراهن على حلها؟ ارجوك يا فندم، انا مشكلتي عائليه بحته، ما تسخرش مني. وانا لو عارف ان المسابقه دي لها جوائز او شيء من هذا القبيل ما كنتش جيت لحضرتك. الله الله، انت اتضايقت ولا ايه؟ انا بس حبيت اخلي الجو مرح شويه، لان ملامح وشك بتقول انك متضايق. والله الظروف اللي انا فيها هي اللي مضايقاني. اعذرني يا فندم، اعذرني. على كل حال انا ما عملتش الحكايه دي قبل كده، لكن بما ان المسابقه ما فيهاش جوائز زي ما حضرتك قلت، فده هيكون سبب ليا اني اساعدك في ظروفك دي واديك الحل. انا متشكر قوي يا فندم، متشكر انك هتقف جنب اب في محنه. اعصابك هديت بقى وروقت؟ الحمد لله. بس في كده سؤال محيرني. ايه هو؟ انا شايف ان الجيل الجديد متحمس قوي للكلمات المتقاطعه. طبعا، لانها بتغذيهم بمعلومات عامه وهامه. بس حضرتك مش شايف انها بتاخد من وقت الدوله ومصالح الناس وقت كبير؟ يعني اموال مهدره في الارض. في الحقيقه هي معموله على اساس ان الناس تستفيد منها في اوقات الفراغ. اديك قلتها بنفسك، وقت الفراغ. لكن اغلب الشبان الموظفين بيعتبروا ان ده تنشيط لمخهم كل صباح، بيبداوا يومهم بيها. يا ريت المسؤولين عن الصحافة ينزلوها في الصحف اليومية أيام العطلات الرسمية بس، عشان مصالح الناس ما تتعطلش ووقت الدولة ما يضيعش. دي وجهة نظر حضرتك، بس ما تنساش ان في ناس على المعاش وناس مش موظفين وناس مرضى، برضو من حق كل دول انهم يلاقوا حاجة يتسلوا بيها ويستفيدوا منها. اما بالنسبة للموظفين اللي بيحلوها في مكاتبهم فدي مسألة ضمير ومسألة رقابة من رؤسائهم. بس اللي بيراعي ضميره في العمل قلة نادرة، والباقي بقى ما مش لاقيين حزم من رؤسائهم في العمل. من هنا بيجي التسيب. لو كل رئيس عمل مر على الموظفين بتوعه كل يوم مرة او مرتين في اوقات مفاجأة، اعتقد التسيب ده هيختفي من مجتمعنا. مع الاسف ما بيحصلش ده الا نادرا، وبقية المديرين قاعدين في مكاتبهم وبس. هقول ايه؟
ربنا يصلح الحال. استاذن انا بقى. الله، ما بدري ادينا احنا بندردش شويه. الحقيقه الحديث مع سيادتك ممتع جدا، وانا سعيد جدا جدا بمعرفه حضرتك. حقيقي وانا كمان سعيد بيك جدا جدا، وعشان كده بقى اتفضل الحل اهو. شكر جدا، شكر قوي 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 قوي. مع سلام ألف عليكم. سلامة. الله مع ألف يسلمك. سلامة. الله نورت. يسلمك. أهلا بيك. خلاص يا تهاني، جبت الحل. هفهم الاستاذ كلمات، هخليه يعرف ان فيه ناس اشطر منه. الحمد لله. والصبح بقى ان شاء الله تروح، بس لازم تجيب جورنال وتقعد تحلها فيه من الحل اللي معاك عشان يعرف انك انت اللي حلتها. اعمل ايه بس في نباتك؟ ما هو كل الدوخه دي علشان خاطر عيونك. يا بابا بقى، يلا بقى اتفضل غير هدومك عشان تتغدى. صباح الخير يا استاذ توفيق. اهلا اهلا يا استاذ بسيوني، يا صباح الفل. صباح الفل، بس صباح الفل والورد والياسمين. شايفك مكشر ومتعكنن. ايه في حاجه معصلجه معاك؟ تقصد ايه؟ اقصد يعني كلمه كده ولا كده. على كل حال انا جاهز. يعني حليت المسابقه؟ طبعا. انت فاكر انك بس انت يعني ابو العريف؟ ما احنا برضه لسه عندنا امخاخ شغاله. طب وريني كده الحل بتاعك. اتفضل يا استاذ اتفضل. ايه ده؟ الحل. ما انا عارف انه الحل. بس ده بتاع مسابقه الاهرام. نعم، مسابقه الاهرام. الله العظيم. بتضحك عليها يا استاذ. اصلها سهله قوي. انا حليتها من الصبح وماسك دلوقتي في مسابقه الاخبار اللي تعباني كده. ودي قدامك كتير بقى على ما تحلها. والله انا لسه بقول يا هادي، بس باينها معصلجه قوي. تشرب قهوه؟ لا قهوه ولا زفت، ملوش لازمه. لا مستحيل، لازم تشرب قهوه. يا فتوح يا فتوح. ايوه يا استاذ توفيق. هات قهوه مظبوطه للاستاذ بسيوني. لا خليها ساده يا فتوح. ليه يا استاذ بسيوني؟ كفل الشر. اصله طالبها ساده على روح الكلمات اللي اتحلت. السلام عليكم. اهلا اهلا ست شفيقه، ايه اللي جابك؟ هو انت يا استاذ توفيق كل ما تشوف وشي تقول لي ايه اللي جابك؟ استني انت يا شفيقة هانم، سيبيني انا اتكلم. سلام قولا من رب الرحيم. وده يطلع مين بسلامته؟ انا زوج بنت خالة شفيقة هانم سابقا. حلوه سابقا دي. طب ولاحقا تبقى ايه؟ ابقى ارمل. واخد بالك يا استاذ بسيوني، خليك معانا على الخط. ما انا معاك اهو غصب عني. وحضرتك بقى عايز ايه؟ عايز حضرتك تخلص اوراق شفيقة هانم فورا. وحضرتك جاي معاها عشان كده؟ بصراحة احنا كنا في المحكمة، وبعد ما خلصنا القضية قلنا نيجي نخلص الورق بالمرة. جرى يا ست شفيقة، انت طول عمرك بتيجي تخلصي شغلك لوحدك. افهم بقى، اشمعنى المرة دي جايبة معاك الاستاذ؟ انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي عبد العال سيد حصان. تشرفنا، بس عيب افهم حضرتك يا استاذ حصان ان موقفك ده غير قانوني. يعني ايه؟ يعني لا حضرتك محامي ولا حضرتك وكيل عن الست شفيقة علشان تتدخل في اعمالها. بس انا مرافق لها وهي مصرحه لي اني اتكلم نيابه عنها. ثم هي هتعمل لي توكيل قريب قوي. كده يا ست شفيقة انت ناوية تعمليها؟ اعمل ايه؟ ما دام هتعملي له توكيل يبقى بقى مشروع جواز. بلاش كسوف يا سي توفيق. الله. بس بذمتك انا نظريتي في محلها ولا لا؟ اعمل ايه يا سي توفيق؟ الوحدة صعبة قوي. صعبة؟ هنيالك يا استاذ حصان، والله وعرفت تختار العروسة المناسبة. يا استاذ ارجوك، دي مسائل شخصية ما يصحش ان حضرتك تتدخل فيها. يا راجل عيب، حرام عليك. هي علشان العروسة لسه صغيرة وما سننتش تقوم عايز تتجوزها من غير ما تاخد اذن ولي امرها؟ وهو حضرتك تعرف ولي امرها يا استاذ توفيق؟ انا ولي امرها، دي ولية وملهاش حد ابدا غيرنا برضو يا استاذ بسيوني. يا سلام، فعلا انسانية هتطق من عينيك. على كل حال مبروك مقدما يا ست شفيقة، ده اذا كنت موافقة. تحرمش منك يا سي توفيق، ما هو انت فعلا زي اخويا الكبير. نعم الكبير. أيوة. سامع يا استاذ بسيوني؟ وماله الكبير في المقام يعني. فوت. خلاص بقى يا استاذ عبد العال، يلا بينا وبعدين نبقى نيجي مرة تانية. يلا مع السلامة يا اخويا.
شايف يا استاذ بسيوني، انا بستغرب الراجل ده ايه عمي؟ عمل ايه؟ فلوس هتحليها. ما قلت لك؟ فاكر كلامي؟ قلت لي يا واخد القرد. طب اهو راجل محترم عرف ازاي يقنعها تتجوزه. بقى مش كنت انت اولى بفلوسها؟ تصور يا استاذ بسيوني، انا فعلا فوجئت. ولا تتفاجئ ولا حاجة، الدنيا مليانة يا راجل. احنا الكلام خدنا والساعة قربت على 2. معلش يا استاذ بسيوني. نعم. معلش. نعم. يعني تعالى بكرة ودحنا يا سيدي بندردش مع بعض. بقى بذمتك هتلاقي احلى من كده دردشة. لا ابدا. طيب ابدا يا اخويا. السلام عليكم. لو حبيت تقعد انت لغاية ما اجيلك بكرة خليك. لا خليك انت. سلام عليكم. فريدة ايه يا اخويا؟ الحقيني بكوباية ليمون احسن دماغي هتنفجر. كفل الشر ليه؟ ايه اللي حصل يا بابا؟ اللي حصل ان مجهودي طلع على فشوش. ليه يا بابا؟ انت مش حليت المسابقة؟ على ما رحت يا ستي لقيته حلها كلها وماسك الاخبار يحل فيها كمان، وقعد يرغي مع واحد لغاية ما انتهى اليوم، وطبعا لازم اروح له بكرة. طب والعمل بقى؟ وراه طبعا لازم انتصر عليه. النهارده هروح الجرايد ال3، الاهرام والاخبار والجمهوريه، واجيب كل الحلول بتاعت بكره. بس هيرضوا كلهم يدوك الحل. ما تخافيش، بتاع الاهرام عارف مشكلتي، هخليه هو اللي يساعدني مع الجرايد التانية. ربنا يوفقك يا بسيوني. طيب يا توفيق، وراك والزمن طويل. ابوك اتاخر قوي يا تهاني. انت فاهمه ان المساله بسيطه، دول 3 جرايد، وعلى كل حال يا ماما زمانه جاي. انا عارفه هو تعب نفسه ليه. طب ما يشتكي الموظف ده ويخلص بقى. يا ماما انت عارفه معناها ايه انه يشتكي موظف؟ كل زمايله هيجاملوه وحلني بقى على ما يتحقق في الشكوى، وفي الاخر برضه هيعقدوا له شغلته. والله عشنا وشفنا موظفين بالشكل ده. امال انت فاكره ايه ان كل الموظفين زي بابا؟ اهو جه اهو يا اختي لما اقوم افتحه. خليك انت يا ماما، انا اللي هفتح له الباب. مساء الخير يا تهاني. مساء النور يا بابا. انت لسه ما نمتيش؟ مستنياك لما تيجي. ها عملت ايه؟ طبعا جبت الحل بتاع ال3 جرايد. لما اشوف بقى انا بقى ولا هو. انتوا واقفين تتكلموا؟ ما تسيبي يا تهاني ابوك يستريح الاول ويتعشى ويشرب عصير القصب، وبعد كده بارغي وياه زي ما انت عايزه. لا عشا ولا رغي، انا تعبان وهخش انام على طول عشان هصحى بدري ان شاء الله. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا بابا. صباح الخير يا فتوح. اهلا يا استاذ بسيوني. ايه الاستاذ توفيق لسه ما جاش؟ لا، اصل واخد اجازه النهارده. نعم. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك واخد اجازه النهارده. قلبي ايه؟ اسندني يا فتوح. الله هعمل طولي. مالك يا استاذ بسيوني؟ هعمل طولي. اقعد على الكرسي ده. خير حصل لك ايه؟ حصل لي فاجعه. يا ساتر يا رب، فاجعه؟ طبعا فاجعه. بعد المجهود اللي عملته اقوم الاقيه واخد اجازه. انا مش فاهم مجهود ايه؟ مش هتفهم ابدا. على اذنك يا ابني، هو واخد اجازه قد ايه؟ النهارده بس، اصله راح يقبض من البنك. يعني جاي بكره ان شاء الله. طيب اجيله بكره وحلها الحلال. ايه مالك يا بسيوني؟ حاطط ايدك على قلبك كده ليه؟ تصور يا فريده، الاقيه في اجازه قال ايه راح يقبض من البنك. طيب معلش يا اخويا، روق كده احسن اخوك مرسي مستنيك في الصالون. اهلا يا مرسي. اهلا يا حبيبي. اهلا بك يا بسيوني. ازيك؟ الله يسلمك. ايه مالك؟ مالي على الله. ايه يا بابا في ايه؟ مفيش. حضروا الغدا. حاضر. امال انت جيت من البلد امتى؟ وصلت في قطر الساعة 11. وازاي اللي في البلد كلهم بيسلموا عليك. ها. حضرت المستندات، الجلسة يوم السبت. بالظبط. ما نقدرش نأجل القضية دي ولو اسبوعين. مستحيل يا بسيوني يا اخويا، مستحيل. ليه؟ ده القاضي المرة اللي فاتت قال ان دي اخر تأجيل عشان تقديم المستندات. ثم ليه التأجيل؟ ليه التأجيل بس يا اخويا؟ انت ما حضرتش المستندات ولا ايه؟ حضرتها
بس ناقص مستند واحد. خلاص قدامك بكره الخميس نطلع المستند فيه، ويوم السبت نروح المحكمة جاهزين يا ولدي. ايه بتضحك على ايه يا اخوي؟ الحقيني يا تهاني، الحق يا فريدة. ايه في ايه يا بابا؟ في ايه؟ مرسي أيوة. فاهم ان المسألة بسيطة، فهموه. ايه بس يفهموني ايه يا بسيوني؟ يفهموني أصل ايه؟ يا عمي دي حكاية طويلة قوي. باختصار بابا دايخ على المستند ده، والموظف اللي عنده الورق تعبه قوي. بسيطة، انا اروح معاك بكرة ونخش الرئيس ونشتكيه. هو انا خليت حاجة ما عملتهاش؟ المهم انت جبت فلوس معاك؟ فلوس ايه يا بسيوني يا اخويا؟ فلوس ايه؟ احنا مش متفقين المحكمة تحكم تاخد بقية حقك وفلوسك دفعة واحدة؟ بس احنا اخوات، ما تحبكهاش قوي. شوف يا بسيوني يا اخويا، الاصول اصول والاتفاق اتفاق. خلاص ربنا يسهل بكرة واجيب المستند ده، وانا هجهز لك الفلوس عشان ابقى عندي كلمتي. طيب بيت معانا الليلة وتعالى معايا بكرة عشان يبقى كل شيء قدامك. وهو كذلك. يلا يا تهاني، يلا حضروا الاكل. طب وناوي تعمل ايه يا بسيوني؟ هتروح تدوخ نفسك على بتوع الجرانين عشان يدوك الحل تاني؟ انت فاكر ان المسألة سهلة يا فريدة؟ ده انا ببقى في نص هدومي وانا بطلب من الراجل انه يديني الحل. امال هتعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. ثم يعني الحكاية دي الواحد هيعملها مرة 2 مش كل يوم. اخوك مرسي بكرة لما يروح معاك هيبقى شايف كل حاجة بنفسه، يعني انت مفيش تقصير من يمتك. يا فريدة النهاردة كل واحد بيدور على مصلحته، واديك سمعتي لما سألته على الفلوس قال الاتفاق اتفاق، وبيني وبينك هي دي الأصول، ده بيع وشراء مش سلف. على رأيك القرش هو كل حاجة النهاردة، معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش ما تساويش حاجة. بطلي أمثال بقى ونامي، تصبحي على خير. هو فين الموظف ده؟ فينه؟ انت تسكت خالص وسيبني اتصرف. اهو اللي قاعد على المكتب اللي في الوش ده. ربنا يسهل، يلا نخش عليه، يلا. صباح الخير يا استاذ توفيق. اهلا يا استاذ بسيوني. تصور بقى اني اتعودت اشوفك، يعني لما شغلتك تخلص هتحرم من ظرفك. يا سيدي اتفضل معانا، بسم الله. يا سيدي ابقى اجي ازورك. المهم اخويا مرسي جه من البلد علشان المستند، لان الجلسه يوم السبت واخر ميعاد النهارده. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا بيك يا استاذ. اعمل معروف تسعفني عشان الحق قبل الساعه 2. مستعجل ليه يا راجل؟ هو احنا لسه اتأنسنا بيك؟ استاذ توفيق ممكن تشتغل بقى النهارده وتسيبك من الكلمات المتقاطعه؟ مش ممكن، على جثتي. جرايه يا استاذ بسيوني، اظن انت عارف نظامي، بعد الفطار الشاي وحل بقيه المسابقه وربنا يسهل. معناه ايه الكلام ده بقى؟ معناه ان احنا بقينا اصحاب وبلاش نرفزه على الصبح. لسه النهار طويل، كلها نص ساعه واكون خلصت حل المسابقه دي، حتى سهله. انا قلت النهارده مفيش حل مسابقه الا لما شغلتي تخلص. ايه ده بقى؟ لا ده يبقى تحدي. تحدي. برافو عليك يا استاذ بسيوني. مناقشتي معاك خلتني احل كلمه دقيقه، كلمه كانت صعبه، دقيقه واحده اكتبها وفوق لك افقي 3 مبارزه، يعني يتحدى. هايل يا استاذ بسيوني. انت يا استاذ هتنقطني. عظيم يا استاذ بسيوني. ايوه حليت كلمه تانية. رأسي 4 ما يدفع في الافراح يعني نقود. انت ايه حكايتك يا استاذ؟ ايه حكايتك؟ ايه واخد المسألة هزار ولا ايه؟ ايش اخششك انت بيني وبين صديقي الاستاذ بسيوني؟ انا لا صديقك ولا اعرفك، خلاص لي شغلي احسن لك. لا الظاهر المسألة هتقلب بجد. امال يا استاذ انت فاكرها ايه؟ لعب؟ دي فوضى. انا قتيلك النهارده. انت بتمسكني من قفايا؟ سيب قفايا. لا انا يا فتوح. لا الراجل اتهور عليا، الظاهر انه اتجنن. اوعى. ده فقد عقله خالص. ايه ده؟ فقد عقله يعني؟ قول استنى لما اكتبها. مش هتكتب حاجه، انا وانت والمدير بتاعك. عيب يا استاذ، سيب القميص. عيب. مش شايف يا رجاله، مش شايف قدام المدير. سيب القميص يا استاذ. اوعى. شاهدين عليه بيعتدي على موظف اثناء حل الكلمات المتقاطعه. ده عمل ده. هو فين عملك الاول؟ فين عملك؟ الحق يا فتوح، انده للمدير. اجري ده.
خليه يجي يشوف الفوضى بتاعت موظفينه. اهدى بس انت يا بسيوني، اهدى وسيبني انا اتصرف. اسكت يا مرسي، اسكت، ده جاب لي الضغط. الضغط هي دي الكلمة اللي ما كنتش عارف اوصل لها وما كنتش عارف احلها. الضغط. شايف يا مرسي هيموتني، الحقوني مخي هينفجر. ايه ده في ايه؟ كويس ان حضرتك جيت، احضرنا بقى. الاستاذ مش عاوز يخلص لي شغل. يا فندم ده اعتدى عليا قدام الناس وشدني من قميصي حتى اسالهم. دي اسمها فوضى. حضرتك لقيته ما خلصش شغلتك، تعالى لي وانا اتصرف مع الموظف بتاعي، مش تهينه. يعني حضرتك بتطلعني غلطان من غير ما تعرف الحقيقة؟ الحقيقة باينة اهي، بقى تستنجد بيا. ما هو برضه حضرتك يا سعادة المدير ممكن تحل الموضوع وتراضي الطرفين. طيب ايه؟ هو طلبوا ميعاده النهارده يا توفيق؟ لسه 8 ايام ما فاتوش يا فندم. خلاص حضرتك تيجي في الميعاد، وساعتها لو طلبك ما خلصش انا اعرف اجازي الموظف بتاعي. يا استاذ القضية يوم السبت والنهارده الخميس، يعني ان ما خلصتش الورقة بتاعت النهارده يبقى القضية باظت. مش شغلنا يا استاذ، اتفضل مع السلامة وتعالى في ميعادك. ده كده يعني تبقوا بتعقدوا مصالح الناس يا عالم. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ هي اللي وايح كده. ثم حضرتك تطلع مين وبتتكلم بصفتك ايه؟ انا اخوه شقيقه، والمستند ده فيه مصلحة علينا احنا التنين. مستند؟ ايوه صح. استنى يا توفيق استنى. برضه مع السلامة وتعالوا في الميعاد. ممكن حضرتك تسمعني في كلمة واحدة بس؟ عايز تقول ايه؟ الموظف بتاعك ما بيشتغلش، قاعد يا ياكل يا يحل الكلمات المتقاطعة. وانت مالك؟ هو انت رئيسه هتحاسبه؟ انا مواطن صاحب مصلحة ومن حقي احاسبه واحاسبك علشان انت المسؤول عن التسيب اللي في المصلحة دي. لو حضرتك حازم مع الموظفين بتوعك ما كانش ده يحصل. انت هتهن انا كمان؟ دي مش اهانة، ده تقرير واقع. حضرتك متساهل قوي مع موظفينك وده غلط واكبر غلط. انت بتتعدى عليا؟ انت عارف دي عقوبتها ايه؟ ان شاء الله يكون السجن، بس اقول الحقيقة في وشك. طب اتفضل بقى بدل ما اجيب لك الشرطة. وانا بقى مش منقول من هنا الا ما تيجي الشرطة علشان اعمل محضر اثبات حالة واعرف اخد حقي منكم كده. طب خليك يا فتوح. ايوه يا بيه. اقف جنبه انت وحسنين لغايه ما اكلم النجدة. حاضر يا فندم. هات النجدة. جرى ايه يا استاذ بسيوني؟ ايه اللي انت عملته ده؟ فتوح ما تتكلمش مع خصمي. طيب يا توفيق، انا وراكم الزمن طويل. بيهددني سامعين يا ناس؟ وصلت للتهديد، بيقول لي هضربك في ضلمه، هيضربني في ضلمه، يعني محضرين في بعض. تحدي وتهديد. اللي زيك حرام يمسك وظيفة ويعذب الناس. ما تسكت بقى يا استاذ بسيوني. بقول ايه يا استاذ؟ انت مالك ومالي؟ عايز تهددني انت كمان؟ ده انا عايز اصالحكم. مش باين عليك، عينيك كلها شرار. بس اسمعني ودي الناس، بس برضو ده راجل كبير وزي والدك، ما يصحش المسألة توصل لغاية كده. وانا مالي؟ هو اللي جابه لنفسه. اسكت يا مرسي اما اشوف اخرتها معاهم. اخرتها هايل يا خصمي. رأسي 7 نهايتها يعني اخرتها. وكمان غشاش بتغش من خصمك. طيب يا توفيق ان ما وريتك. فين الراجل اللي عامل الشوشره ده؟ اهو يا حضرة الضابط، الحقني لسه حالا مهددني انه هيضربني في الضلمه. ممكن سيادتك تتفضل معانا؟ على فين؟ على الاسم طبعا. ليه يعني؟ هو سارق ولا ناهب يعني؟ انت بقى تبقى مين؟ انا اخوه شقيقي، خدوني بداله. احنا عايزينه هو، لان البلاغ بيقول ان هو اللي اعتدى على الموظف والمدير. يا سعادة البيه، وكتفني هو واخوه وضربوني هما الاثنين. انا رايح معاك يا حضرة الضابط، بس طبعا لازم حضرتك تاخد معاك جسم الجريمة. تقصد ايه؟ اقصد ان حضرتك لازم تاخد الجرنان اللي قدام الاستاذ توفيق ده، لان ده هيكون دليل براءتي وادانته، ولازم هو كمان يجي معانا. اتفضل يا استاذ توفيق، واديني الجورنال ده لو سمحت. في التحقيق ربنا هيظهر الحقيقة. الله، ايه كفل الشر؟ مالك يا بسيوني؟ لا مفيش حاجة، بس شوية إجهاد. طيب يا اخويا اقعد على مهلك، اقعد على الكرسي ده. لا أنا عايز أنام، مش قادر أقعد. طيب يا اخويا خش استريح عبال ما اعمل لك كوبايه عصير نعناع. ايه يا ماما في ايه؟ ابوك يا اختي جاي من بره تعبان شويه، خش اقعدي معاه كده عبال ما اعمل النعناع. حاضر. ايه يا سي بابا مالك؟ ماليش، بس مجهد شوية. الله،
امال عمي مرسي فين؟ عمك مرسي سافر بعد ما خرجنا من القسم. اسم؟ النعناع يا اخويا، جايبه لك كوبايه نعناع لكن متركزه. الحقيني يا ماما. ايه؟ بابا بيقول انه كان في الاسم. يا ساتر يا رب، هي ايه الحكايه؟ الحكايه طويله، عايزه تنكتب روايه. خلاص اكتبها روايه. يعني لازم تضحكيني وانا في حالتي دي. يا اخويا ما انت كويس اهو الحمد لله. قول لنا بقى حصل ايه؟ ابدا، جابوا لي الشرطه واتهموني اني تعديت عليهم اثناء تاديه وظيفتهم. هي حصلت يعملوا كده؟ طب ليه؟ وطبعا عارفين اللي حصل مع الموظف ده وصبرت عليه قد ايه. النهارده بقى اعصابي فلتت مني واضطريت اني ادافع عن مصلحتي. يقوموا يودوك الاسم؟ ما انا بقى في الاسم قلت لهم الحكايه من اولها، وطبعا الناس اللي كانت واقفه شهدت باللي حصل، ولما الحقيقه بانت طبعا سابوني. وكل ده من الموظف بتاع الكلمات المتقاطعه. والمدير بتاعه كمان رجل الروتين قال ايه؟ مش مهم مصالح الناس، المهم ان اللوائح تتنفذ بحذافيرها. يا اخويا بلا دوشه، صحتك بالدنيا. انا كل اللي صعبان عليا تهاني. انا ليه يا بابا؟ كان بودي ان فرحك يتم في ميعاده، لكن معلش الظروف جت كده، هنضطر نأجله شويه. ولا يهمك يا بابا، المهم صحتك انت. بس عايزك تعرفي مش انا السبب في تأجيل فرحك، السبب الروتين وجملة مكونة من كلمتين: الكلمات المتقاطعة.